بنص كيلو دقيق عملت الصاج ده، صاج 30 في 40 بنص كيلو دقيق بس. عملت كمية القراقيش ديت، قراقيش سادة، نص كيلو دقيق، كوباية سمنة. لما تكوني محتاسة زي كده وعايزة حاجة تحطيها جنب شاي أو لبن للولاد، اعملي نص كيلو دقيق، ما بياخدش منك حاجة، كل الموضوع ما ياخدش نص ساعة. أنا معايا ربع كوباية مية، تصلوا على النبي كده عليه أفضل الصلاة والسلام. ربع كوباية مية حطيت فيهم معلقة كبيرة خميرة أو كيس خميرة مع معلقة ونص سكر، وقلبتهم في بعض وسبتهم في جنب كده يرفعوا. معايا نص كيلو دقيق زي ما انتم شايفين، مش أكتر. ورحت حاطة عليهم شوية سكر، يجي برضو معلقة كده سكر أو معلقة ونص، وشوية ملح صغيرين، وقلبتهم في بعضهم. ورحت جايبة كوباية سمنة سايحة. ممكن تحطي مكان كوباية السمنة ديت تشكليها بقى، عايزاها زيت، عايزاها سمنة وزبدة، عايزاها زبدة خالص براحتك. المهم نص كيلو لكوباية. بعد ما قلبتهم في بعض كده رحت جايبة الخميرة، بعد ما لقيتها ايه بدأت ترفع وبان عليها الخمران، رحت جاية منزلاهم عليهم، ورحت برضو مقلباهم تقليبة خفيفة كده. وبعد كده انا حضرت معايا كوباية لبن، لو ما فيش لبن يبقى كوباية مية وعليها معلقتين لبن بودرة تقلبيهم فيها، ويا دوبك تلمي بيهم العجينة مش مرة واحدة، علشان في دقيق ممكن ما ياخدش كوباية اللبن على بعضها، بس ده خد كوباية اللبن. نص كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده في ايدي اهو، مش كتير. رحت جاية لما العجينة معايا كده، ورحت جاية في صاج 30 في 40، رحت دهناه برضو بنص معلقة سمنة من السايحة اللي عندي دي، ورحت جاية متحطة فيها العجينة وفردتها زي ما انتوا شايفين كده. فرديها متساوية في الصاج. الموضوع ده يا جماعة ممكن تعملوا في يوم اجازة، يوم جمعة زينا كده النهاردة عملنا فيه الموضوع ده. ورحت جاية جبت القطاعة ورحت مقطعاهم زي ما انتوا شايفين كده أطوال، وبعدين رحت مقطعاهم بالعرض. ادوني الكمية اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة، ادوني صاج 30 في 40، كمية بصراحة وافية. وبعد كده رحت مغطياه